اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات فانتازي الدوري الانجليزي وملخص المؤتمرات الصحفيه، الحلقه اللي بتكون مهمه جدا وبتكون اهم حلقه في الاسبوع. بتبدا تدي لك كده الشكل بتاع الفريق يكون عامل ازاي في الفتره اللي جايه او في الجوله اللي جايه، ومؤتمرات صحفيه فيها اخبار مهمه جدا ومؤتمر مضحك جدا بالنسبه لفريق مانشستر سيتي وبالنسبه لجوارديولا. هنتكلم في كل التفاصيل يا شباب، لكن طالما وصلك الفيديو لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اللايك مهم جدا لانه وسيله دعمك الوحيده لنا على يوتيوب. واحب ان انا اعتذر، كنت مقرر امبارح ان انا هطلع لايف لان في الفتره الاخيره او من يومين كده قصرت في الرد على التعليقات، وان حتى ما قدرتش ان انا اقولها في حلقه، فكنت مقرر امبارح ان انا هطلع لايف، لكن للاسف كده كان عندي ظروف صحيه فما قدرتش، وكنت واخد بنج فبالنسبه لي ما كنتش شايف خالص. فحاولت على قد ما اقدر ارد على الكومنتات على تويتر. طلعنا النهارده لايف اتكلمنا في شويه دردشه كده، لكن حابب ان انا اعتذر ان انا قصرت في اليومين اللي فاتوا، فاعذروني، يا ريت ما يكونش حد زعلان مني. طالما وصلك الفيديو لايك واشتراك في القناه يا شباب، عايزين نوصل 25000. كفايه الواحد طلع يصور وهو انا مش قادر اتكلم اصلا، فيعني يا ريت يا ريت يا ريت كل الناس اللي تتفرج لايك واشتراك في القناه، ولا بينا ندخل في الحلقه بعد الانترو على طول. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. مبدئيا كان في كده قبل التصوير على طول كان عندنا لايف طلعت فيه حوالي نص ساعه تقريبا، اتكلمنا في شويه تفاصيل كده اللي تخص كل الناس، اسئله كتيره جدا. ممكن بعد ما تخلص الحلقه دي ترجع ان انت تتفرج عليها تاني، هتلاقي فيها كل التفاصيل اللي انت عايزها باذن الله. هتلاقي كل حاجه، الناس شباب سالوا في اسئله كتيره جدا واتكلمنا فيها. النقطه الثانيه، شباب انضم معانا لدوري القناه الاول ان شاء الله، هيكون له تيشيرت فريق المفضل الاول في شهر فبراير، يعني في شهر 2 ده. الاول لحد دلوقتي هو محمد مصطفى، جاب 128 نقطه الجوله اللي فاتت. شابوه يا محمد، وفي منافسه مشتعله جدا. هتلاقي الكود موجود تحت في الديسكربشن. ندخل بقى على موضوع الحلقه على طول. المؤتمرات الصحفيه كان فيها حاجات كتيره جدا، في حاجات كانت متوقعه وحاجات مش متوقعه. ساوثهامبتون جونز يؤكد استمرار غياب لاريس، اقتراب ووكر بيترز وارمسترونج من العوده، لكن شكوك حول جاهزيتهم للجوله اللي جايه. ده كان المؤتمر او ملخص المؤتمر بتاع فريق ساوثهامبتون. اما فريق ليستر سيتي، روجرز يؤكد عوده انديدي الى التدريبات ومن المتوقع جاهزيته. ريكاردو بريرا وبرتراند لعبوا بعض الدقائق مع فرق الشباب في منتصف الاسبوع، وممكن ان هم ينضموا للقائمه، لكن قرار متاخر حول مشاركه ايفانس، فلسه الدنيا بالنسبه لهم مش واضحه قوي. ومن المتوقع عوده سوماري الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، مش الاسبوع ده. والراجل كمان سأل عن الروح الإيجابية، اتكلم عن الروح الإيجابية اللي جات للفريق بشكل كويس في الفترة اللي فاتت. بعد ما كسبوا المباراة اللي فاتت كان بالنسبة لهم دفعة إيجابية قوية، وقال لك لازم احنا نشتغل عليها كمان في اللي جاي. تدخل بعد كده عند توتنهام، تأكد غياب لوريس خلاص مصاب لمدة من 5 ل7 أسابيع بسبب الإصابة. فورستر سيقوم بتعويضه. غياب روميرو كمان بسبب الإيقاف وجاهزية بعض اللاعبين. الحقيقة في الوقت اللي كانت تحسن فيه الدفاع بتاع فريق توتنهام، لوريس ضربة قوية جدا 5 ل7 أسابيع. فورستر مش الحارس برضه، هو شوية تلاقيه حلو زي وورد كده، شوية تلاقيه وحش، فلسه الدنيا بالنسبة لك ما بتبقاش واضحة معاه. روميرو كمان، فبالتالي دفاعهم الماتش الجاي هيكون صعب جدا جدا جدا. هتكون الحلقة بالنسبة له مش أحسن حاجة، ده على الورق، لكن طبعا يتبقى الملعب ممكن يعمل أي حاجة. نوتنجهام، كوبر يتوقع عودة ياتس إلى التدريبات الأسبوع المقبل. ده الموجود بالنسبه له، مفيش حاجه تانية مهمه اللي احنا نقولها في المؤتمر. اما ليفربول، كلوب قال ان هو سيتخذ قرار متاخر حول اقحام جوتا في المباراه اللي جايه. يعني المباراه اللي جايه لسه هياخد قرار متاخر، لكن جوتا خلاص رجع للتدريبات. شكوك حول برضه مشاركه فيرمينيو وارسنال رغم عودتهم للتدريبات. فان دايك ما زال بحاجه لبعض الوقت من اجل العوده. تياجو يعاني من اصابه في الحوض، ده بالنسبه لفريق ليفربول. المؤتمر الصحفي كله لعيبه تقريبا مصابه، وصراحه حظهم وحش جدا جدا. تدخل بعد كده على نيوكاسل، ايدي هاو يؤكد عوده ايزاك لقائمه الفريق. ايدي هاو قال لك ان ايزاك هيكون جاهز للماتش اللي جاي ان شاء الله، هيكون جاهز في القائمه. تارجت يقترب من العوده الى التدريبات، وبرده هيكون اضافه بشكل كبير جدا لما يرجع لخط الدفاع. استمرار غياب برونو جمرايش بسبب الايقاف، طبعا كان واخد كارت احمر وايقاف 3 مباريات. جوردن اتسال عنه واتكلم عنه بشكل كويس جدا، قال لك ان هو في انطباع جيد ومع الجماهير في الظهور الاول، وقال لك ان انا اشتغلت معاه الاسبوع ده بشكل فردي بشكل كويس جدا. فواضح ان جوردن هيكون ترس مهم جدا في منظومه فريق نيوكاسل في الفتره اللي جايه. تدخل بعد كده عند كريستال بالاس، فييرا يؤكد جاهزيه ماكارسون لمباراه برايتون واستمرار غياب زها مش هيكون موجود الماتش اللي جاي، فدي فرصه كويسه جدا بالنسبه لفريق برايتون. زها من اهم العناصر الهجوميه، حتى لو مستواه الفتره الاخيره مش احسن حاجه،
لكن من اهم العناصر بالنسبه لفريق كريستال بالاس. تدخل بعد كده عند فريق ارسنال. ارتيتا لما اتسال عن خيسوس قال لك ان خيسوس بدا ان هو يتحسن بشكل كويس، وبدا القيام ببعض الاعمال يعني على الملعب، بدا يقوم بشكل كويس جدا، لكن ما زال بحاجه الى وقت. والراجل قال بنفس النص كده: علينا رؤيه رد فعله بعد وضع المزيد من الوزن والحركه على الركبه، من المبكر تحديد موعد عودته. عشان كان في شباب سالوني في اللايف عن نيكيتيا مش مضمون، اصل هيرجع خلاص خيسوس، فبالتالي نكيتيا مش هيبقى مضمون بشكل كبير ومش عارف. قلت لهم لسه بدري شويه، ولو رجع هيكون غالبا ممكن بعد ال 25 او يلحق ماتش في ال 25. فالراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي واكد نفس النقطه اللي انا بقولها، قال لك استمرار كمان غياب سميثرو ونيلسون، دي اصابات طويله وكده كده مش هيكونوا موجودين دلوقتي. بعد كده تدخل على تشيلسي. بوتر يؤكد تعرض ستيرلينج الضربه في التدريبات ومشاركته غدا في محل شك، فرحيم ستيرلينج مشاركته بكره في محل شك. عوده فوفانا اضافه قويه جدا بالنسبه لفريق تشيلسي. كمان زكريا وكوفازيتش للتدريبات، رجعوا للتدريبات هم الثلاثه، ولكن من المستبعد جاهزيتهم لمباراه وست هام انتهاء عقوبه جواو فيليكس، وده بقى اللي انا مستني اتفرج عليه في فريق تشيلسي. جواو فيليكس الجوله الجايه مع غياب ستيرلينج اعتقد ان هو هيكون له وقت في الجوله اللي جايه، فمستني اشوف الجوله الجايه هيكون عامل ازاي. تدخل على المؤتمر الصحفي لمانشستر يونايتد. تين هاج يتوقع استمرار غياب انتوني، مارسيال، وكمان ماكتوميناي، دول الثلاثه خلاص بيتوقع انهم ما يكونوش موجودين في الماتش اللي جاي. بيساكا غاب عن ماتش ليدز بسبب المرض، قرار متاخر حول مشاركته يوم الاحد، برضه لسه هيشوف الدنيا هتكون عامله ازاي بالنسبه له. اتسال عن جرناتشو وقال لك مستواه جيد، يمتلك القدره على التاثير في المباراه، كان يمتلك تهديد على المرمى، تاثيره ايجابي باخر المباراه، وقام ببعض الافعال وصناعه بعض الفرص لكن كان عليه التسجيل. ده بالنسبه لحته جرناتشو. سأل كمان عن سانشو، قال لك عن سانشو هو سعيد جدا بعودته وتسجيله الهدف. تدخل بقى على وولفز. لوبيتيجي يؤكد غياب هوانج من 4 ل5 اسابيع، ضربه قويه جدا بالنسبه لفريق ولفرهامبتون. نيتو لديه فرصه للتواجد في القائمه بعد غياب طويل، نقطه كويسه جدا بالنسبه لولفز في الفتره اللي جايه. استمرار غياب تشيكينكو وبوكاري وتراوري، قرار متاخر حول مشاركه ليمينا. ده بالنسبه لفريق ولفرهامبتون. ما تطرقش قصه بوينو، برضه هنشوف قصه تسريبات بوينو عشان الناس بتسال عليه، لو في حاجه هنزلها لكم باذن الله على تويتر نشوف موضوع بوينو هيكون عامل ازاي. فعشان كده بقول لك فولو على تويتر مهم جدا، هتلاقي تفاصيل كتيره جدا على تويتر. واللي لسه يعمل لايك يا شباب ينزل يعمل لايك للفيديو ده عشان يساعدنا ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اما فولهام، ماركو سيلفا يؤكد غياب كيرني عن مباراة نوتنجهام، هاريسون ريد متاح للمباراة. تدخل بعد كده على المؤتمر بتاع وست هام ويسأل ان هو عنده نفس القائمة، مع كرير هو اللي اتصاب وده برضه مش لاعب فارق مع ناس كتيرة جدا، لكن نفس القائمة اللي قدمت مباراة نيوكاسل هيكون موجودة معاه في اللقاء اللي جاي. تدخل بعد كده على برايتون. ديزيربي يأكد ان ماك أليستر متاح لمباراة كريستال بالاس، وده نقطة قويه جدا بالنسبه لفريق برايتون، هتدي له الدعم في الفتره اللي جايه. فيرجسون جاهز للمباراه، المدرب هيختار بينه وبين اونداف، ده اللي هو قاله. واعتقد ان فيرجسون عودته برضه نقطه مميزه جدا بالنسبه لفريق زي فريق برايتون، الولد بينزل على دقائق بسيطه لكن بيقدر ان هو يجيب نقط. تدخل بعد كده على ليدز. المدرب اكد انه سيقوم بتقييم حاله كوبر وروكا وسينستيرا الذي تعرض لاصابه في فريق مانشستر يونايتد او في مباراه مانشستر يونايتد اللي فاتت. شترايك تعرض لارتجاجه من المتوقع غيابه عن المباراه، ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لمهاجمين فريق مانشستر يونايتد، انه في اصابات كتيره جدا في فريق ليدز، فبالتالي ممكن ان الفريق يظهر بشكل كويس قدامهم. طبعا كمان غير المباراه اللي كانت مش كويسه قدامهم، المباراه اللي فاتت مانشستر يونايتد ما كانش بيقدم الشكل الكويس. تدخل بعد كده على استون فيلا. وناي امري يؤكد عوده تراوري للتدريبات. دييجو كارلوس برضه لديهم فرصه للعوده للتدريبات الاسبوع الجاي بعد غيابه منذ اغسطس، الراجل كان عنده اصابه طويله جدا من شهر 8 اللي فات، فبرضه فرصه بالنسبه للدفاع ان هو يكون اتحسن بشكل كويس. تدخل بعد كده على ايفرتون. شون دايش طبعا سعيد جدا بالفوز او بالاداء اللي قدمه في المباراه اللي فات، اتكلم بشكل كويس جدا عن لوين وعن اللمسه الاخيره للوين، وبالتالي لوين شكله كده هيتالق تحت قياده شون دايش بشكل كويس جدا. اتكلم كمان عن مايكل كين، قال لك لعب ماتشات في منتصف الاسبوع وبالتالي لسه شويه. وكمان اتصور باترسون اتصور وهو بيجري على الملعب، فممكن تبدا ان انت تشوفه. الناس اللي مع باترسون كانت بتفكر ان هي تبيعه، سيبه بقى معاك وتقل عليه سيكا، هيفيدك في الجوله 25 اكيد هيكون موجود، هيكون بيشارك فيها بشكل كبير جدا. ممكن نشوف بس شون دايش دماغه فيها ايه في الفتره اللي جايه. مانشستر سيتي ومؤتمر جوارديولا المضحك، قال لك انا لا اتحرك من هذا المقعد، اريد ان ابقى هنا اكثر من اي وقت مضى. ده اللي قاله في المؤتمر الصحفي بتاعه،
وقلب المؤتمر الصحفي بتاعه كله على قصه المشكله اللي حصلتهم في الفتره الاخيره، وما اتكلمش عن اي حاجه تخص الفانتسي ولا اي حاجه تفيدنا بشكل كبير كعاده جوارديولا الحقيقه. يعني مستواه في موضوع المؤتمر الصحفي ده تحس ان هو بيعذبك، تحس ان هو بيتلذذ وهو بيعذبك، ان هو ما بيقولكش اي حاجه. لكن المؤكد ستونز مصاب باوتار الركبه ومش هيكون متاح في الماتش اللي جاي. فيل فودن اتصور في التدريبات، فيل فودن اتصور في التدريبات، وكده هنستنى يا شباب التسريبات نشوف الدنيا فيها ايه. هنزل لكم التسريبات على طول، لان عوده فيل فودن مع الانباء الموجوده عن اصابه رياض محرز ممكن انا ما اتمناهاش ان تلاقي فيل فودن بيلعب اساسي ومحرز قاعد بره الجوله الجايه، انا ما اتمناش. فان شاء الله اي خبر من ده هنزل لكم باذن الله على تويتر، عشان تلاقي كل الاخبار اللي انت عايزها باذن الله على تويتر. وبكده تكون المؤتمرات الصحفيه بتاعتنا انتهت. لو وصلت معانا النقطه ديت، لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتات، او روح على تويتر اكتبه لي ونتناقش فيه مع بعض ان شاء الله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، شكرا، سلام عليكم.